السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنخزن المانجا مع بعض اللي بنستخدمها للطرط في الموسم اللي مش موجود فيه المانجا، والكنافة بالمانجا والطارت والجاتوهات. هقولك طريقة حلوة جدا تفضل معاكي طول السنة في الفريزر. طلعيها تستخدميها كأنك لسه جايباها صبحة بالظبط. هنجيب هنا مانجا، دي مانجا معايا نوعها نعومي. هنقشرها كده بالمقشرة، دي اسهل طريقة لتقشير المانجا وما بتهدرش معاكي المانجا وبتطلع قشر رقيقة جدا. هنا بعد ما قشرتها شايفين القشرة عاملة ازاي، ما فيهاش اي مانجا طبعا. هنا قشرت كل الكمية، هقطعها بقى شرايح كده. كل شريحة كبيرة كده بنسيبها زي ما هي، ما بنعملش فيها اي حاجة، بنقطعها شريحة كبيرة كده. والجناب دي بنستخدمها بقى للكنافة، بنقطعها قطع مربعات للكنافة بالمانجا بقى للطارت او حشو ما بين التورت وكده. هنا بقى شايفين بعد ما قشرتها بقى شرايح كده، هجيب بقى طبق من اللي هو الفبر او البلاستيك دوت، ونحط فيه شرايح المانجا اللي احنا بنستخدمها على كل تورته او جاتوه، شوفي العدد اللي انت بتحبيه طبعا. نحط بقى الشرايح كده ونحط عليها سكر. السكر ده بيحفظها وبيحافظ على لونها، ولما بتيجي تستخدميها بتطلعها مثلجة، وهي مثلجة بتقطعها شرايح الرقيقة اللي انت بتحتاجيها للتورت، وبتحطيها عليها وهي متلجة كده، لان لو سبتيها تورت معاكي مش هتعرفي تتحكمي فيها. لكن افضل طريقة لها وهي متلجة. واللي بقطعها قطع دي بقى للكنافة، الحشو، التورت، الحاجات دي بتبقى حلوة جدا وتفضل معاكي طول السنة. يعني متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متنسوش تعليقاتكم. بلفها بقى بستريتش بعد ما اخلص كل الحاجات دي واحط عليها سكر برضو. بلفها بستريتش وبحطها في الفريزر بقى في الاطباق زي ما هي كده. متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.